أربع دروس مستفادة حددها المشير محمد عبد الغني الجمصي وزير الحربية في حرب مصر مع إسرائيل في أكتوبر عام 1973. أربع دروس كل درس منهم حكاية. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. الدرس الأول اللي حدده الفريق أول أو اللواء محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر هو درس مهم جدا، متعلق بأنه مهما بلغت التحصينات أو نقاط الدفاع القوية فإنه يمكن اجتيازها وتحطيمها. وادى مثال بده بخط بارليف ومن أمامه المانع المائي لقناة السويس. الدرس الثاني هو تحقيق عنصر المفاجأة. برغم قوة أدوات الاستطلاع الموجودة لدى العدو إلا أن مصر حققت عنصر المفاجأة، وأنها نفذت خطة خديعة كبيرة لم تستطع إسرائيل التعامل معها. وهنا المقاتل المصري قدر أن يحقق عنصر المفاجأة بجهد مدعوم بإيمان وعقيدة وهدف. الدرس الثالث اللي طلعت بيه مصر من الحرب هو إمكانية تدمير معدات قتالية كتيرة جدا في وقت قصير، وده إذا ما قورن بما حدث في معارك الحرب العالمية الثانية. الدرس الرابع هو أن مبادئ الحرب كما هي لم تتغير، وأروع شيء أنجزته مصر في هذه الحرب هو استعادة الثقة بجنودها واستعادة المقاتلين لثقتهم بأنفسهم. وكان أهم سلاح للمقاتل المصري هو إحساسه حب الشعب المصري ليه، وإن مصر دايما واقفة وراه بكل مشاعرها. حرب رمضان ادت دروس كتيرة لكل المعاهد الاستراتيجية على مستوى العالم، وصنعت أساليب جديدة لكل الجيوش في علوم الحرب. المفاجأة اللي حققتها حرب أكتوبر كانت جزء من خطة طويلة جدا، في جزء منها لم يذع حتى الآن بكل أسرارها. وكان أول تبليغ عن رفع العلم المصري على سيناء جاء في تمام الساعة 3 ظهرا، يعني بعد الحرب بساعة واحدة، وكان البلاغ دلائل تشير إلى النصر، وكان بشرى خطوات أعظم حققها المقاتل المصري في الأيام التالية بلا توقف. المفاجأة الكبيرة اللي حققتها مصر في أكتوبر 73 كانت مفاجأة غير مسبوقة لأجهزة المخابرات في العالم كله بما فيها إسرائيل نفسها. المفاجأة دي لغاية دلوقتي لم يذع إلا جزء بسيط من أسرارها، إنما في أسرار تانية محدش يعرفها لغاية دلوقتي. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.